Guru yang melukai, guru yang najis. Dalam segi agama Islam najis dunia. Tapi waktu ini jadikan tempat suci umat Islam. Tingkat pertama umat Islam, akidahnya umat Islam itu sebagai ibu negara. الأشياء الكثيرة التي يجب أن نفعلها لأجل فلسطين ولأجل تحرير المسجد الأقصى، ومن ضمنها الدعاء سلاح المؤمن. والحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان المبارك الكريم، ففيه الدعاء مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم للصائم حتى يفطر. وممكن أن نقدم الخدمات والمساعدات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ولدعم المقاومة والجهاد على أرض فلسطين. ولا بد علينا أن ننشئ جيلا حافظا لكتاب الله عن طريق المساجد والمدارس التعليمية. Setelah kita dahulu bahwasanya Masjidil Aqsa masih dijajah, dizalimi, dinisgahi, bangsa Palestina terus berjuang. Lantas apa tanggung jawab kita terhadap Masjidil Aqsa? Apa kewajiban kita terhadap Masjidil Aqsa?